السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال يا رب. طبعا الفيديو قدامكم اهوت، هنعمل رز بلبن، بس استنوا الاول اما اقول لكم على حاجه. انا زعلانه وغضبانه ومقموصه وقماصه جدا كمان، وبتقمص من اقل حاجه. ماشي، انا زعلانه ان انتوا يعني فين التفاعلات على الفيديو؟ فين اللايكات؟ فين الكومنتات؟ فين الجيش؟ فين اصحابي حبايبي؟ فين الناس اللي بقول عليها بتحبني؟ فين الناس اللي واقفه ورا ظهري؟ فين الناس اللي بتدعمني؟ كل ده عتاب. كل ده عتاب. يا جماعة أنا عايزة ايه تشدوا حيلكوا شوية معايا في التفاعلات أكتر من كده بعد إذنكم يعني. عاوزة جيش بجد وسند بجد، وربنا يخليكوا ليا يا رب، ما يحرمني منكم. الناس اللي بتحبني من قلبها ربنا يخليها لي. المهم دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا قلنا ايه؟ نعمل النهارده حاجة حلوة. بدل الطبيخ طبيخ طبيخ، قلنا لا نعمل بقى حاجة حلوة كده، نغير المود بتاعي شوية، بتاع القناة شوية. فأنا بحب الرز باللبن قوي، بعشقه، فقلت نصوره معاكم. فجبت كوباية رز زي ما انتوا شايفين، وجبت معاها وحطيتها في شوية مية وغليتهم زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الرز عامل ازاي؟ مهري. الرزية بتاعت الرز باللبن دي صح كده، لازم تكون مهرية، بتدي طعم طبعا حاجة تانية يعني في الأكل. ده كيلو لبن. ماشي، اللي في الحلة ده مع الرز ده كيلو لبن. حطيت فيه كوبايتين مية. كان لبن بصراحة، كان لبن حلو قوي 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 قوي، لبن جميل. زي ما انتوا شايفين حطيت معاه كوبايتين مية، وحطيت له والسكر، هحط السكر اهو. السكر يا جماعة بيتحط بالمعيار، انا بالنسبة لي بحطه بعناية، مش بحطه في كوباية بقى واعمل مكيال او كده، لا، لان الستات اللي بيطبخوا من زمان زي كده خلاص عارفين مقدار اكلهم وشربهم. دي طبعا شوية فانيليا. وانا من الناس اللي مش بحب السكر كتير في الاكل. يعني مثلا عصاير بحب سكره مسكر مش معسل. رز بلبن مسكر مش معسل، فاهميني؟ بحبش السكر كتير ابدا في الاكل، بحبوش. ما بستطعمش لا مهلبيه ولا رز بلبن ولا جيلي ولا عصاير معسله. بسيبها والله العظيم ما باكلها، ولا بشرب العصاير لما بتكون معسله. حاجه مسكره بيبقى طعمها حلو. هنا بقى هنجيب ايه؟ هنجيب معلقتين نشا ومعلقه كريم شانتيه، عشان بتدي طعم تاني وبتخليها كده مكشكشه وجميله بصراحه. احنا بنحط معلقتين بس نشا يا جماعه، علشان احنا مش عايزين نربطه زي المهلبيه. احنا عايزين بس اعمل ربط خفيف، لان كده كده الرز بينزل ايه؟ بينزل نشا. فاحنا مش محتاجين نشا كتير، هو بس ايه المعلقتين دمت. وكان الله بالسر عليه. ما تزودوش، بيبقى كده حلو قوي. و... وايه ودوبناهم. ملبوخة، الواد ابني بيلعب بره بالكورة، صدعني في الصالة، هخرج اضربه يا جماعة، هخرج اضربه. المهم ايه؟ فبنحطهم بقى زي ما انتم شايفين كده على المية، على اللبن. مية ايه؟ بنحط النشا كده زي ما انتم شايفين على اللبن، وبنقلبه، وهنسيبه زي 10 دقايق كده مع بعضيهم. لازم يعني سيبوه مدة طويلة مش قصيرة، 10 دقايق كويس زي ما انتم شايفين كده. شايفين بق 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 بتاع اللبن ده، بتاع المهلبية ده. شفتوا كده بق بق كده دي المرحلة اللي انا عايزاها، نحس ان هو استوى بجد بقى. ما تحطيش النشا وتشيل على طول، لا، سوي شويه عشان يبقى طعمها حلو. زي ما انتم شايفين خلص معانا اهو. وفي ناس بتاكل بزبيب وحاجات من دي، وفي ناس لا. والحله دي انا اللي استفردت بيها بصراحه. كلتها وخلصناه طبعا، كلنا وشبعنا وهيصنا فيه. وخلصنا طبعا، وخلصته وروقت مطبخي وبقيت مواعيني نضيفه، لان طبعا ما بفيش الليل يجي عليا حاجه مش نضيفه ابدا. لازم كل يوم قبل ما انام مواعيني تبقى نضيفه وشقتي نضيفه قبل ما انام. وبكده يا حبايبي، اللي او البوتاجاز اللي كان معفن واللبن وقع عليه اتغسل. كده يا حبايبي ليلتنا خلصت، باي.